بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من الشخصيات كمان اللي عاوزين نتكلم عنها وما كانش ليها اسم في الكتاب المقدس اللص الشمال. يمكن اتكلمنا كتير على اللص اليمين، واتكلمنا عن الرجاء، واتكلمنا على الخلاص اللي في آخر لحظة من حياته. لكن النهاردة هنتكلم على واحد ضيع فرصة عمره. ازاي ضيع فرصة عمره؟ اول حاجة، المسافة اللي كانت بينه وبين المسيح هي نفس المسافة اللي كانت بين اللص اليمين والمسيح، لان الثلاث صلبان كانت في منطقة واحدة. واكبر دليل على كده ان كان الكلام مسموع بين الثلاثة. لكن الحقيقة اللص الشمال انسان مش قادر اقول عليه غير انه يا خسارة. الخوف، كل الخوف مش على اللص الشمال، خلاص هو حتم مصيره باختياره. لكن المشكلة والدور عليا انا وانت، ان بيبقى اوقات كتيرة قوي اتنين عندهم فرصة، واحد يخش يرفع قلبه في بيت ربنا يقول اللهم ارحمني انا الخاطي، وانا ممكن اكون بضيع الفرصة دي. ناس كتيرة قوي الحقيقة ربنا كل يوم بيبقى جنبها وبتبقى شايفاه وتقول ان دي ايد ربنا، زي بالظبط فرعون لما السحرة بتوعه قالوا لما جت الضربة بتاعت البعوض وموسى مسك شوية تراب وتحولوا له بعوض، وبعدين فرعون قال لهم اعملوا كده، قالوا له ما نقدرش لأن هذه هي أصبع الله. يعني انتوا عارفين ان إله موسى إله قوي، وشايفين أثاره وشايفين أعماله وشايفين قدرته وقوته المطلقة. طيب ناقص ايه؟ طيب أمون ورع نفعكم بإيه؟ أكيد أهو الإله الحقيقي بيعبر عن نفسه إن حول التراب لبعوض، ومع هذا محدش فيهم أعلن إيمانه بالله. طيب الخلاصة إيه عشان وقتنا اللي بيسرقنا؟ الخلاصة إن كل دقيقة وكل نفس باخده وبخرجه هو فرصة أقدر أتقرب بيها لربنا وارفع قلبي واطلب مراحمه. خليك زي اللص اليمين الذكي، بلاش تبقى زي اللص الشمال اللي ضيع الفرصة. أرجوك مع كل نفس قول يا رب يسوع المسيح ارحمني على قد ما تقدر، لأن ربنا حنين وعاوز يرحمك ويرحمني. فأرجوك أرجوك أرجوك ما تضيعش الفرصة. صباح الخير.